اسمعوا بقى، أنا النهاردة محضرة لكم حلقة جبارة جدا. حلقة هتخليك تعيد حساباتك في حاجة وجعاك، وكمان هتخليك مبسوط رغم إن ممكن يكون جواك في وجع، بس هنقدر نتعافى مع بعض، لأن الحلقة دي هتغير نظرتك عن التعافي. مين قال إن التعافي معناه إنك تنسى؟ مين قال إنك علشان تتعافى لازم تشيل الماضي من دماغك وكأنه مجرد كابوس وصحيت منه؟ أنا بقولك لأ، التعافي مش نسيان. التعافي هو إنك تتعلم تعيش مع ذكريات من غير ما تأذيك. جهز سماعتك وخلينا نبدأ. وقبل ما نبدأ بقول لكم ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلكم الحلقات الجديدة. أنا نرمين حكيم وده بودكاست قلم حبر. تخيل معايا كده بنت صغيرة عندها 8 سنين كانت بتحب تلعب في جنينة ورا البيت. كان في شجرة كبيرة كانت كل يوم بتطلع عليها، وفجأة وقعت، اتكسر دراعها وكانت موجوعة جدا، والخوف جواها كان أكبر. كبرت البنت بقيت ست، وكبرت معاها الذكرى دي. كل ما تشوف شجرة كانت تفتكر الوقعة، وكل ما تلمس دراعها تحس بوجع من تاني. الناس قالوا لها انسي اللي حصل، ركزي في المستقبل، ما تفضليش عايشة في الماضي. لكن هي كانت عارفة ان النسيان مش حل، النسيان مش تعافي، النسيان هو إنكار. البنت دي يمكن تكون انت، يمكن يكون أي واحد مر بتجربة صعبة وخان نفسه وقال أنا هنسى وهبدأ من جديد، لكن تلاقي الذكرى قدامك في كل لحظة. هقولك على حاجة، التعافي مش نسيان. التعافي هو إنك تتقبل إن الشجرة دي تكون موجودة، وإنك وقعت منها لكن النهاردة بقيت أقوى، وبقيت تعرف تطلع الشجرة من غير ما تخاف. الناس بتروح لفكرة إن التعافي ده يعني نسيان، وكأنه بيقولك امسح الشريط، امسح كل حاجة، ابدأ من الصفر. بس تعالى فكر شوية، هل في حد فعلا قدر ينسى؟ التجارب الصعبة، الخيانات، الفقد، الصدمات، كلها بترسم خريطة في دماغنا، مش مجرد ذكريات عابرة كده وخلاص، دي تجارب شكلت شخصيتنا. لما حد يقولك انسى كأنه بيقولك اتخلى عن جزء منك. الحلقة هنا بقى إن التعافي مش رحلة نسيان، التعافي هو رحلة تقبل. التقبل إن الألم كان حقيقي، التقبل إن الجرح كان عميق قوي، التقبل إنك اتغيرت، التقبل إنك مش هترجع نفس الشخص اللي كنت عليه قبل الألم، لكن شخص جديد أقوى وأكتر وعي. التعافي مش إنك تنسى اللي جرحك، التعافي هو إنك تيجي جنب الجرح ده وتبقى صاحبه مش عدو. خليني أحكي لك قصة تانية. في بنت كانت مرتبطة بعلاقة فاشلة، قعدت سنين تحاول تنسى، تحاول تشيل ذكرى الشخص ده من قلبها، لكن كل ما تسمع أغنية، كل ما تشوف مكان، كل ما تفتكر ضحكة، كانت بترجع لنفس المكان، لغاية ما قررت توقف هروب. وقالت لنفسها طب ما حاولش أنسى، خلينا أتقبل الوضع ده. بدأت تكتب، كتبت كل الذكريات، كل المشاعر، كل الألم، كتبت رسالة للشخص ده، بس مش عشان تبعتها له، لكن علشان تطلع اللي جواها. بعد الكتابة حست بحاجة غريبة، مش نسيان لكن تصالح. اتصالحت مع إن العلاقة دي حصلت، وإنها علمتها حاجات كتير، وإنها مش هترجع تاني، لكنها جزء من تاريخها. الناس اللي بتتعافى بجد مش الناس اللي بتنسى، الناس اللي بتتقبل، اللي بتحول الألم لدرس، اللي بتحول الجرح لعلامة بتفكرها إنها عاشت وإنها قوية. طب إزاي نتعافى من غير ما ننسى؟ خليني أقولك 5 خطوات عملية ممكن تبدأ تطبقها النهاردة، مش النهاردة، لأ دلوقتي. 1. اعترف بالألم. ما تقولش لنفسك أنا كويس وقلبك موجوع، اعترف، قول أنا زعلان، أنا متضايق، أنا لسه متأثر. الاعتراف مش ضعف، الاعتراف هو بداية الطريق. 2. اكتب، خد ورقة وقلم
اكتب كل اللي جواك. مش لازم تكون كاتب محترف، اكتب زي ما انت، خلي الكلام يطلع بره. الكتابة علاج سحري حقيقي، بتنقلك من دوامة الأفكار لواقع ملموس. 3. غير السرد. بدل ما تقول أنا ضحية، قول أنا اتلحقت. بدل ما تقول اللي حصل دمرني، قول اللي حصل علمني. انت اللي بتختار الزاوية اللي بتشوف بيها قصتك. 4. خصص وقت للحزن. أيوة، الحزن على فكرة مش عيب. خصص وقت كل يوم، ربع ساعة تحس فيها بكل مشاعرك من غير ما تحكم عليها. خليك صاحب نفسك في الحزن عشان تقدر تكون صاحبها في الفرح. 5. اطلب الدعم. مش لازم تتعافى لوحدك، ممكن يكون جنبك حد ثقة، صديق، معالج نفسي، أي حد تقدر تحكيله. مشاركة الألم بتخففه، ومشاركة رحلة التعافي بتخليها أمتع. وطلب الدعم ده ليه حلقة مخصوص، ياريت تسمعوها، بعنوان مين قال إن الدعم النفسي عبء. اسمعوها هتفيدكوا كتير. في الآخر عايزك تفكر معايا في سؤال: لو جاتلك فرصة إنك تمسح جزء من ماضيك، جزء بيألمك، كنت هتعمل إيه؟ أنا مش هقولك لأ، لكن هقولك فكر كويس، لأن الألم ده مهما كان صعب هو خلاك أنت، هو علمك إنك تكون أقوى مما تتصور أصلا. هو خلاك تقدر تقف دلوقتي وتقول أنا هنا وأنا بخير. التعافي مش نسيان، التعافي هو إنك تتعايش مع ذكرياتك من غير ما تسيطر عليك، إنك تشوف الماضي من شباك مش من سجن. الناس بتقول انسى وامشي، أنا بقولك افتكر وامشي. امشي بخطوات واثقة وانت شايل حمل جرحك، مش عبء لكن كدرس، كعلامة، كشاهد لرحلتك. دلوقتي عايز أسمع صوتك. إيه الذكرى اللي انت عايز تنساها لكن دلوقتي بيتعارف إنها جزء من قوتك؟ اكتب في التعليقات وشاركنا تجربتك، يمكن كلامك يكون سبب في تعافي حد تاني. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان توصلك كل الحلقات. ووعد مني كل حلقة تغير فيك حاجة، هتخليك أقرب لنفسك. أنا سامعاك، أنا هنا، أنا معاك في كل خطوة. سلام، كانت معكم نرمين حكيم من بودكاست ألم حبر. استنوني في الحلقات الجاية.